ايه هو الميثود؟ الميثود مجرد امر بيطبقه الكمبيوتر، فعل بيعمل، بيتكتب كده، بيكون ليه اقواس. ما بين الاقواس في العادي يعني بتحتاج تكتب حاجة، وبتبدأ بحرف كابيتال. طيب بتطبقه ازاي؟ بتكتبه كده، هو ده الانفوكيشن. انفوكيشن يعني تطبيق. طيب في بقى نوعين من الميثودز. في ميثود void type، الانستنشيت دوت نكتب الاول return type. void type زي الديبج.log. مثلا الديبج.log دوت هل بيرجع لنا قيمة؟ يعني هل احنا بنحط قيمته او بنحط اي حاجة في متغير عشان نعرف نستخدمه بعدين؟ لا، هو مجرد فعل، والفعل ده بيتطبق وخلاص على كده. طيب الانستنشيت بقى return type، والreturn type بيرجع لك قيمة. طيب الانستنشيت اصلا بيعمل ايه؟ الانستنشيت دوت بيعمل نسخة من الحاجة اللي انت حطيتها جوه الاقواس. فمثلا جيم اوبجكت دي صغيرة، يعني انت بتعمل نسخة من الشيء اللي محطوط عليه سكريبت. طيب لو احنا عايزين بقى نتحكم في النسخة دي، هو هيرجع لنا قيمتها، فممكن على طول نكتب object، المتغير اللي انا معرفه فوق ده، equals الميثود، ودلوقتي ده بالنسبة لك جيم اوبجكت، قيمته النسخة. جميل، خلينا ناخد كمان مثال. مثلا input.getKey keycode.a دوت method ليه أقواس وبيبدأ بحرف كابيتال. خلي بالكم ده الميثود، الانبوت مجرد كلاس بناخد منه الميثود. طيب بيرجع لنا قيمة، يعني هو return type. بيرجع لنا بقى قيمة بوليان، يا إما أنت دايس على الزرار فيكون true، يا إما أنت مش دايس فيكون false. هي دي بقى طبيعة الريتيرن تايب، بترجع لك قيمة. الفويد تايب مش بيرجع لك قيمة، مجرد فعل. طيب انتوا بتلاحظوا طبعا ان احنا بنكتب حاجات ما بين الاقواس ديت. في بقى methods مش بتحتاج الحاجات دي. طيب ايه الحاجات اصلا اللي بتتكتب جوه الاقواس؟ واولا الحاجات ديت اسمها argument، الحاجات اللي جوه الاقواس اسمها argument. والargument بيكون ليه انواع، هي قيمة برضو انت لازم تحط قيمة، بيكون ليها انواع. مثلا دي bug.log هو مش بياخد نوع معين، ممكن تديله اي حاجة وهيطبعها. ولكن instantiate مينفعش مثلا تعمل instantiate لstring، تقول مثلا انا عايز انسخ كلمة حسين، مش هتشتغل. لا، احنا عايزين بقى ننسخ game object، فما نحط له هنا قيمة game object او set active. هنا الارجيومنت بتاعه نوعه بوليان، لازم تكتب له بوليان هنا. تكتب له يا اما true فيكون activated يكون ظاهر في اللعبة، يا اما يكون false فما يكونش ظاهر. طيب احنا كل ده بقى بناخد الانفوكيشن، تطبيق الميثودز. لو احنا بقى عايزين نعمل methods هنعملها ازاي؟ طيب اول حاجة اسمها، لما احنا نعمل حاجة، لما احنا نعرف اي حاجة اسمها declaration. ازاي بقى نعمل declare لميثود؟ بنكتب void اول حاجة. لو عايزين نعمل void type يبقى لازم نكتب اول حاجة void، بعد كده نكتب الميثود اللي احنا عايزينه. مثلا انا عايز اطبع اسمي فاكتب print name
ممكن تكتبه برضو بحرف صغير، ولكن عادة المبرمجين ان احنا نكتبه بحرف كبير. واخلي بقى الميثود دوت يطبع لنا الاسم. طيب احنا كده عرفنا ميثود void، اسم الميثود، اقواس. بعد كده الاقواس الكيرلي، بتكتب ما بين الاقواس الكيرلي بقى الحاجه اللي انت عايز تطبقها لما تعمل انفوكيشن للميثود دوت. ازاي بقى انا اعمل له انفوكيشن؟ زي اي ميثود تاني، print name. دلوقتي اول ما اللعبه تتطبق هيطبع my name. جميل قوي. طيب انا بقى لو كنت عايز اطبع حاجه هنا متغيره، يعني مثلا عايز اكتب ما بين الاقواس ديت argument وتطبعها، هنعملها ازاي؟ طيب اولا الحاجه اللي احنا هنكتبها في الاقواس ديت تعريف متغير. انا بقى عايز اطبع اسم، فهكتب string name to print. عرفنا متغير جوه تعريف الميثود. خلي بالكم بقى، احنا ما ينفعش نستخدم المتغير ده بره الميثود، لازم نستخدمه جوه الميثود فقط. طيب هنستخدمه جوه الميثود ازاي؟ هنكتبه كده في الاماكن اللي احنا عايزين نستخدمها وخلاص. ده اسمه parameter. برضو كمان نقطة، البارامتر دي بتكون الحاجة اللي بنكتبها ما بين الأقواس السيركل في تعريف الميثود. ولكن لما نعمل invoke للميثود بنكتب argument. مثلا عايز أطبع اسم محمد، بكده احنا كتبنا argument. دلوقتي لما نطبق اللعبة هيطبع اسم محمد. خلينا نجرب كمان حاجة. عايزين مثلا نخلي الريجيد بودي دوت يتحرك فوق لو البوليان go up equals true، ولو البول up equals false يبقى هينزل تحت. المفروض بول up دوت يكون البارامتر بتاع الميثود. هنعملها ازاي؟ هنكتب void، نسمي بقى الميثود rb go up or down. هنكتب بقى البارامتر، اتفقنا ان هو يكون بوليان. نكتب الاقواس الكيرلي. عايزين بقى نشوف لو boolean go up equals true. لو هو true يبقى rb.linear velocity equals vector 2.up. طيب في حالة بقى ان هو ما يكونش true يبقى هينزل تحت. ازاي بقى نطبق المثل اللي احنا عملناه ده؟ ازاي نعمل له invocation؟ هنكتب rb go up or down، وعشان احنا ادينا له parameter go up يبقى لازم نكتب له قيمة جوه الأقواس، لازم نكتب له argument. مثلا هنكتب true يبقى كده هيطلع فوق، نكتب له false هينزل تحت. أو ممكن حتى نعمل كده، يعني طول ما أنا دايس على up يطلع فوق، غير كده ينزل تحت. في الحالة دي بقى لازم نخليها في الابديت عشان احنا بناخد input. خلينا نجربها. طبعا عشان بنستخدم rigid body يبقى لازم نديله rigid body 2D ونخليه kinematic عشان يعرف يطلع فوق وينزل تحت بنفس السرعة.
معلش كان هعمل ايرور علشان مش مخلي الانبوت هاندلنج صح. دلوقتي زي ما احنا شايفين لما ادوس اب بيطلع فوق، لما اسيب بينزل تحت. ده عشان هنا input get key return type بيرجع لك true false، يعني انت كأنك حرفيا كاتب true او false ولكن هو عمال يتغير بقى. ده الحلو في return type methods. طيب احنا بقى لو كنا عايزين نعمل return type method هنعملها ازاي؟ مثلا عايزين نشوف لو الريجيد بودي دوت تحت y equal 0 ولا فوق، يعني الواي بتاعه بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنعملها ازاي؟ اولا عشان نعمل declaration للreturn type method لازم نعرف الميثود بان احنا هنكتب اول حاجة نوع الحاجة اللي هي ترجعها. في الحالة بتاعتي انا عايز اشوف لو هو فوق y equal 0 ولا تحتيه، يعني قيمتين يا اما true يا اما false، يعني بوليان. فاحنا هنكتب بوليان bool is object above y0. هو بقى ملكوش parameter. خلينا بقى نعمل if statements. if game object dot transform dot position dot y greater than 0، يبقى في الحالة دي true. شايفين كلمة return ديت؟ هو ده بقى السر في ال return type methods. return هي اللي بترجع القيمة اللي احنا عايزينها. في الحالة دي لو هو فوق لو y فوق 0 يبقى هو فعلا كده لازم يطلع true. في الحالة التانية في حالة ان هو بقى ما يكونش فوق 0 يبقى لازم يعمل return false. خلينا برضو نطبعها كل فريم. دلوقتي لما نجربه هنلاقيه ساعات بيطبع true، ساعات بيطبع false وهكذا. false عشان احنا فوق تحت 0، دلوقتي احنا فوق 0 فعمال يطبع true. طيب لو كنا عايزين بقى نطبع مش true ولا false بقى، لو كنا عايزين نطبع string بيقول object is above 0، يبقى هنخلي ديت string وهنعمل return true false. لا، هنعمل return string object is above y equal 0. في الحالة التانية يبقى object is below. طيب في بقى كذا حاجة كده في ال return type method declaration لازم نعرفها. أول حاجة لما هو يعمل return لحاجة يبقى كده الميثود خلاص خلص، الفعل اللي المفروض يعمل الميثود انتهى. ما ينفعش مثلا تيجي تحط لنا return حاجة يعني وتسيبها كده، عشان لو عملت كده يبقى كل اللي تحتيه هيحصل له سكيب. فتطبيق الريتيرن دوت معناه ان الميثود خلاص انتهى، هيعمل سكيب للباقي. غير كده لازم الميثود يعمل ريتيرن، لازم الريتيرن تايب ميثود يعمل ريتيرن، والا هيعمل لك ايرور. زي مثلا في موضوع الاف، لو انا بقى لو عايز اخلي سترينج كده ويكون لي شرط ان game object dot transform dot position dot y greater than 0 ومعملناش اي شرط تاني، يبقى كده في حالة ممكن هو ما يطبعش حاجة، مش كده؟ يعني لو الجيم اوبجكت تحت الزيرو على الواي يبقى كده مش هيعمل ريتيرن دوت، فهيعمل ريتيرن لايه؟ هيعمل ايرور. فلازم في كل حالة نعمل له ريتيرن حاجة. لازم يعني حتى مثلا
خلينا نتخيل ان احنا عندنا integer x، مش لازم بقى كل ده. لو عندنا integer x ومخليين x equal رقم عشوائي ما بين 0 و 3، يعني كده ممكن x يكون 0 أو 1 أو 2. طيب أنا عايز أطبع بقى قيمة، وعايزين نطبع حاجة على أساس x يعني. خلينا نعمل return type في حالة مثلا إن x يكون equal 0 يبقى يطبع x is 0، وفي حالة إن x يكون equal 1 يطبع x is 1، في حالة إن x يكون equal 2 يبقى هيطبع x is 2. لسه برضه هيعمل لك error عشان ممكن الإكس يكون أي حاجة تانية، ممكن الإكس يكون 5 ولا 10 ولا 15 ولا 20، ساعتها مش هيعرف يعمل ريتيرن لإيه بالظبط. ومعلش أنا عملت هنا غلطة، المفروض ده يكون ريتيرن مش debug clock. احنا بقى عايزين نطبعها، يبقى نحط بقى x method دوت كقيمة ال debug clock كالارجيومنت بتاعه يعني. ازاي بقى نصلح الايرور ده؟ ان احنا نكتب في الاخر return اي حاجة، عشان في حالة ان الريتيرنز اللي فوق ما تتطبقش يبقى يكون في ريتيرن تحت هتتطبق. انتوا ممكن طبعا تسألوني طيب ما كده كده اكس احنا قلنا له فوق اكس هيكون يا اما 0 يا اما 1 يا اما 2، يعني احنا ما قلنالهوش هيكون اي حاجة غير كده، فليه لسه بيعمل لنا ايرور؟ هو الكمبيوتر ما يعرفش كده. يعني ممكن مثلا الاكس دوت يتغير من اي سكريبت تاني، فالكمبيوتر ما يعرفش. احنا لازم نقول له اكس هيكون ايكوال كذا وكذا وكذا، وفي حالة ان هو ما يكونش كذا يبقى لازم يعمل ريتيرن، لازم نطمنه مهما كان. عايزين بقى نستخدم x method، نكتب debug.log x method. طيب لو مش عايزين نستخدم بقى متغير اسمه x اصلا، يعني لو عايزين ناخد ال int x ديت ونخليها بارامتر مفيش اي مشكلة خالص، لكن في الحالة ديت يبقى لازم احنا نحط بقى قيمة x كالارجيومنت. وما تتلخبطوش، خلي بالكم البارامتر ممكن يكون اي حاجة انتوا عايزينها، يعني طول ما انتوا هتستخدموها في الميثود هي ليها لازمة تكون في الميثود، يبقى ممكن تحطوا البارامتر اي نوع، ممكن يكون مختلف عن اللي هيرجعه، دي حاجة عادية خالص ما تتلخبطوش. ممكن مثلا يكون في كذا بارامتر كمان، ممكن يكون في int x bool y vector 2 z، ممكن تستخدموا كل الحاجات دي جوه الميثود. لو عايزين مثلا تعملوا في حالة كذا يعمل كذا، في حالة كذا يعمل كذا، أو يعمل اختلاط ما بينهم كلهم، ف دي برضو حتة لخبطة يعني ما تقعوش فيها.